اقول لك ازاي تصدر فيديوهات باعلى كواليتي ممكنه من افتر افكت او بريمير ايا كان البرنامج اللي بتستخدمه. اول حاجه معانا بعد ما تخلص الفيديو بتاعك، بالمناسبه ده الشرح بتاع الفيديو اللي فات، اول حاجه تضغط كنترول ام من الكيبورد او تروح على قائمه فايل وتختار اكسبورت، تختار اد تو ادوبي ميديا انكودر. طبعا لو مش عندك انت ميديا انكودر ممكن تصدره على افتر افكت، بس احنا شرحنا النهارده على ميديا انكودر لان هو بينفع على افتر افكت وبينفع على ادوبي بريمير. هيضيف معاك الفيديو زي كده. طبعا انا عامل بريسيت جاهز للفيديوهات بتاعتي اللي هو شورت فيديو بريسيت. لو حد محتاج البريسيت يا ريت تعرفني في التعليقات وابعت لك اللينك. اول حاجه معانا في الفورمات نختار اللي هي اتش دوت 264. ده اكتر كودك مستخدم في العالم تقريبا، سواء انستجرام او تيك توك او يوتيوب او اي منصات تانية. ده اكتر كودك مستخدم عشان بيخليك تاخد جوده مقابل حجم صغير. بعد كده نروح على البريسيت. عندك هنا بريسيتس جاهزه زي مثلا حاجه زي يوتيوب 1080 فول اتش دي، ده افضلهم. وعندك هنا طبعا اكتر من كواليتي مختلفه. عندك هنا زي 4K 720 زي ما انت عايز طبعا، وليكن هنختار 1080. هتختارها وتروح على قائمه الفيديو، تختار ماتش سورس. دي هيحدد لك حجم الفيديو الرئيسي اللي انت عامله في الكومبوزيشن او التايم لاين عندك في بريمير. وهننزل لتحت هتلاقي عندك الفريم ريت. هنا برضو اتعمل تلقائي على حسب ما انا عامله، اللي هو 59 و94 فريم. وهنا الفريم ريت بيختلف على حسب نوع الفيديو بتاعك. اذا كان سينماتيك مثلا فانت بتحتاج تقلل عدد الفريمات، او اذا كان في موشن كتير فانت بتحتاج تعلي عدد الفريمات. هتقولي طب ايه الفرق بين ال 59 وال 60؟ هي بالنسبه لليوتيوب فهي مش تفرق خالص، لكن بالنسبه لاجهزه قديمه زي الراديو واجهزه البث القديمه فهي بتفرق فيهم فرق بسيط. فانت الاضمن تختارها 59 فريم. وهتنزل تحت تعلم على ريندر ات ماكسيمم ديبس، وهتنزل تاني عند اهم نقطه معانا وهي البيت ريت. البيت ريت ممكن تعدل بيها حجم الفيديو، تخليه اكبر حاجه مع اعلى كواليتي، وممكن تقلله خالص تخليه اقل حاجه مع اقل كواليتي. باختصار البيت ريت هو كميه البيانات اللي بتتخزن في الثانيه الواحده. طيب ازاي تختارها؟ طبعا بتختلف على حسب كواليتي الفيديو بتاعك، هل هو 1080 720 2K. اول حاجه لو 1080 وليكن 30 فريم معاك من اول 8 ل 16 بت ريت، وبالنسبه لل 2K معاك من 16 ل 24 بت ريت، وبالنسبه لل 4K معاك من 35 ل 60 بت ريت. وطبعا كل ده بيختلف على حسب عدد الفريمات اذا كانت 60 او 30. تمام، يعني احنا دلوقتي هنعمله من 8 ل 16، وليكن انا هختار 12. وهنيجي هنا عندنا في البيت ريت انكودنج، عندنا سي بي ار وعندنا الفي بي ار والفي بي ار 2. طيب نختار ايه فيهم؟ اول واحده ديت بتصدرك الفيديو كله بعدد بيت ريت ثابت، وديت يفضل تختارها لو الفيديو مفيهوش موشن كتير او شخص بيتكلم في كادر ثابت، لانها زي ما قلنا بتخرج الفيديو كله بنفس عدد البيت ريت. طيب هنا ايه الفرق بين الفي بي ار 1 باس والفي بي ار 2 باس؟ بس هنا اللي هي عدد مراجعه الفيديو. عندنا في اللي هي 1 يعني الفيديو بيتراجع مره واحده، 2 الفيديو بيتراجع مرتين، وفي المراجعه التانية بيصدر الفيديو بناء على التحليل اللي عملها في الباس الاولاني بمراجعه اشد من الاولانيه، فبالتالي بيوزع البيت ريت بشكل ادق. وحجم الملف بينهم ما بيختلفش، هو نفس الحجم، بس الفكره في وقت تصدير الفيديو. انا بفضل ان انا اختار في بي ار 2 باس، ونخلي ديت 12 زي ما قلنا، ودي برضو 12، ونعلم على يوز ماكسيمم ريندر كواليتي. ومن هنا هتحدد مكان الملف اللي انت عايزه وتضغط اوكي. بعد كده تضغط على العلامه ديت ويبتدي تصدر معاك. وطبعا لو عايز تسهل على نفسك ده كله هتيجي هنا عند الفيديو، تيجي عند البريسيت، هتختار شورت فيديو بريسيت. ده البريسيت اللي انا هسيبه لك ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو. هتختار البريسيت وهتلاقيه لوحده عمل لك كل الاعدادات اللي احنا شرحناها بالتفصيل، وتضغط اوكي وبس كده تصدر الفيديو. وبس كده ده كان شرحنا النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو عجبك الشرح، وتقول لي رايك في التعليقات. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.